السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ جيت لكم النهارده بفيديو جديد وفلوج جديد. انا مش هسجل فيديو صوتي بقى على الفيديو ده لانه معظمه مسجله لكم لايف هتشوفوه دلوقتي. كنا بعد ما رجعنا من الجونه نزلنا بقى نجيب ايه السبلايز بتاعت المدرسه بتاعت ابني. يلا نشوف جبنا ايه. يلا قولوا ازيكم عاملين ايه؟ ازيكم عامل ايه؟ النهارده هنوريكم جهاز ابني، السبلايز بتاعت المدرسه. شيلوا دي بس عشان حاسه ان هم هيوقعوها. ماما بصوا، ده اللانش بوكس بتاعه السنه اللي فاتت، انا هوديه بيه. ده بتاع السنه دي مش هوديه بيه. ليه بقى؟ لان الليبلز اللي هي بنكتب اسمه عليها يعني هتوصلني بكره. انا رجعت من السفر متاخر. انتوا نزل لكم صور اليومين بتوع احنا كنا فين يا ابني؟ كنا في الجونه. نزل لكم الفيديوهين بتوع الجونه. تعالى هنا انت بتبص. تعالى اوريهم حاجاتك. يلا تعالى اوريهم. تعالي يا ديدا اوريهم. بصوا، فهو الجيب ده ده محترم يعني. بس محترم جدا اهو. وفي بارت تاني كمان بس مش عارفه هم حطوه فين. هنا ده وده بقى. لا انا وريتهولكم في المشتريات، كان في فيديو مشتريات وريتهولكم. هوريلكم عشان اللي اول مره يشوفنا في القناه. بس يا حبيبي هي المدارس بكره، انا بصور لكم الفيديو ده ليله المدرسه. ماما حطها اهو هنا. يبقى كده حطها. ماشي. العملات بقى. عيد ميلاد ايه ده؟ مش عيد ميلاد، هو عشان في ترتر يبقى عيد ميلاد. بس بصوا بقى طالبين مننا ايه في المدرسه. لا دي بتاعت الحضانه. بصوا هديهم يعني. طالبين مننا حاجات غريبه كده. استنى عشان هما يبهدلوا الدنيا. هاتي اللي في ايدك دي، هاتيها شاطره ديدا. الحاجات بقت كفته. تعالوا نوريهم. وريهم شنطه المدرسه بتاعتك. هاتي العروسه وريها لك. ماشي. وطالبين برضو حاجات من دي مش عارفه والله ما عارفه ايه هي. احنا كل ده كاتبينه في ورقه. هو جاب الوان خشب. انا جايبه ونسيت اقول له ما تجيبش الالوان الخشب. وطالبين انا اللي طالبه الدباسه دي عشان هدبس له بقى حاجات كتير. انتوا بهدلتوني هنا في ايه؟ دي دباسه يا اصلا. وطالبين برضو بلالين مش فاهمه ليه. ماما مش عارفه افتحها. انتوا قلتوا على الالوان الخشب. انا بعت جوزي الصراحه افتحها ازاي؟ افتحها لك اهو. بصوا دي يا جماعه، دي عروستي من وانا في المعهد. انا متخرجه 2016 يعني شوفوا بقى لها كام سنه. وليها طاقيه هي رمتها هنا. هي كانت زعلانه عشان احنا جايبين لاخوها حاجات وهي لا. فقلت له طب عديني كده على ماما هجيب لها العروسه بتاعتي. بصوا زي ما هي دي اصلا كانت ماما جايبها لي في رمضان. انا فاكره اليوم ده. ايه تاني؟ وماما برضو جابت له حبيبتي يا ماما ما تحرمش منك. جابت له الشرابات بتاعت المدرسه. هي جابت له كل الالوان. قالت لي شوفي بقى عايزه تلبسيه ابيض اسود كده. هو في الاغلب بنلبس ابيض. انا مستنيه قوي دي تخش الحضانه. تعالى يا قص اوريهم الشنطه. بصوا احنا كنا عايزين نجيب الشنطه اللي هي بتبقى 3 قطع، اللي هي اللانش باج والمقلمه والشنطه. بس هو شبط في دي في الشكل ده. هو بيحب سونيك جدا والشكل ده ما كانش فيه منه القطعتين التانيين. فقلت لجوزي خلاص هاتها له وانا هجيب له القطع العون. سامع؟ عون هيجي ياكل وانا هجيب له ايه القطعتين التانيين. قعدت بقى قلبت الدنيا على مقلمه سونيك. مفيش، مش لاقيه. هي بتبقى بعجلات كده. هي كبيره على كي جي 1. حلوه. خدها تعرف تمشي بيها. استنى افتحها لك. بصي بتتفتح ازاي. بتضغط على دي كده وتضغط على دي كده لفوق ونطلع دي. ماشي. نروح قافلينهم كده تاني وجرها كده امشي بيها كده. بس بقى عشان لما نجيب الكتب ما تبقاش تقيله عليه فما رضيناش نجيب له اللي هي كده. مع ان كل الناس قالوا لنا هجيب لك. حاضر هجيب لك.
قالوا لنا ان السن ده نجيب له الصغننه، بس انا ما حبيتش الصراحه. بس ايه ده؟ دي ما عارفه طلبات غريبه، مش عارفه ايه ده، مش عارفه. زي ما قلت لكم ضغط على مقلمه سونيك مفيش، فجبتها له سبايدر مان، هو اللي مختارها برضو. سبايدر مان دي بتاعتك. ايه ده بقى؟ والاي دي جبته له سونيك عشان يبقى. هات كده اوريهم الشنطه والاي دي. بصوا الاي دي هيبقى ماشي ايه مع الشنطه، دول اللي هيبقوا من بره. فقلت خلاص بقى مش مهم المقلمه، هي اصلا متداريه، هو اصلا ده مش سن مقلمه، بس قلت ايه عشان تبقى لما حاجته جوه الشنطه. وطبعا الحاجات اللي انا بوريها لكم دي انا ويمين بالله ما اعرف هي ايه ولا عشان ايه، وانا ماما على الله حكايتها خالص. ده ايه ده؟ مش عارفه، بس هو فوم الوان. ودي حافظه 30 معرفش ايه 30. انت لو في يعني في سنه الدكتوراه مش هيطلبوا منك الحاجات دي كلها. تحيا مصر طبعا. هو جاب لك الوشاح وما جابلكش العلم. ما علينا، طالبين وشاح وطالبين علم. لو نهدى حبه مش هبقى متوتره كده، لو حاجه بسيطه باباكو مش هيجيب حاجه تاني. لا دي بتاعت المس. ده انا ما شفتوش غير في سنه 5 ابتدائي تقريبا او 6 ابتدائي، وكنا جايبينه نلعب بيه في البيت، مش كان للمدرسه كمان، ما كانش المدرسه طالباه. بس حاضر معرفش ايه ده بقى، تقيل قوي. مبهدلين هدومي كده ليه؟ بصوا 500 معرفش ايه شيتس دي معرفش. مش هم طالبينه يبقى هم عايزينه، بس تاني مش طالبين الكميه دي. انا جوزي اصلا ساعات بيحب يزود من عنده. ايه ده لا استني، دي بتاعت تقطر وطالبين ستيكر. هو اختار دول. عايزاه؟ خدي امشي، يلا امشي. انا بقى ايه، لا لسه خلوا حاجه تعلوش. بصوا جبت له الكلاسيك دي اللي هي على ايامنا زمزميه. انا عايزه اقول لكم اصلا ان انا مصوره الفيديو ده مرتين. مره كنت مصورها لكم مشتريات كده، وهو دلوقتي اما شاف الفيديوهات اللي بتتعمل بتاعت الماميز وحاجات المدرسه وكده، قال لي عايزه اصور له، هو اللي يصور لكم يعني. جميله حلوه. بصوا هي دي بتبقى بارت للميه وبارت للعصير كده. حاضر، انت غلبانه، انت ما جبتلكيش حاجه السنه الجايه. خدي بس، هي هتشيلها بس مش هتعمل فيها حاجه. تمام. دي المدرسه ما كانتش طالباهم، انا جبتهم من دماغي يعني. كان يوم كده نزلنا جبتهم. الالوان الخشب اهي، مش عارفه هو جاب له تاني. وزيت الخير خيرين، هديها لاخته او اعينها له السنه الجايه. دي بتبقى 24 لون، التانيه اللي جايبها له باين 12 لون. دي محايه جمى، مش عارفه انتوا بتقولوا عليها ايه اهي، شكلها حلو قوي. دي ايه دي برايه. نو ده بص، ده بقى القلم ده، فاكرينه القلم ده من ايامنا. بصوا بحب هجيبهولك حاضر. اما السن بيخلص بتقوموا شايلينه وحاطينه كده من تحت. خايفه اكسره. لا كده شايفين. هو اختار البرايه دي مش عارفه ليه. انت عايز تبقى دكتور سنان؟ تبقى انت دكتور. بصوا هو الكاميرا فصلت وانا ما كنتش اعرف. انا صورت لكم الحاجات دي كلها بعد ما عينتها، اصلا عرفت ان هي فصلت. صورت لكم دولت وقلت لكم على ده. بس اديها لها، انا اديها لك، هي بتاعتك بس هي حرام تلعب. ده جوزي جابه، وده ماما جابته. ده اللي قلت لكم اسود فحم، انا مش عارفه ده اتصور ولا لا. وريتكم انا دي محايه برضو وبرايه شكلها. انت جايبها بينك ليه؟ خدتش بالي والله.
ودول برضو وريتها لكم، وده وريتها لكم. بصوا برضو المحادي نفس النظام ده، نفس نظام القلم اللي هو بصوا كل شويه تطلع بلون كده. مش شايف. خدي. لا هي عشان شافت في ايدي حاجه تانية فديتها لك كده اهو، وليها غطا كده. ايه ده الكوليكتور الجديد. وبصوا المشابك دي بقى انا جايباها ليا اصلا، هعمل بيها ديكور كده في صور على التلاجة. ودي كنت جايباها السنه اللي فاتت. دي محايه تمسحي بيها كده وبتشيلي الهبو بقى اللي هو بتاع الرصاص. يا ريت ليه عصير. وكنت فاكراهم هيحتاجوا دولت زي السنه اللي فاتت، بس هما ما احتاجوهم، حلال عليا. والبرايه دي تمام. قطوا هات الستيكر دوت. اه ايه ده، فين العلبه بتاعت دي؟ ايه؟ اقفليها هبقى كده عشان ما يضيعش. كان في واحد تاني. انت عنده. انا عنده. اه. ماشي. طبعا احنا جبنا اللانش بوكس، يبقى ندلع اللانش بوكس تمام. رحت بقى على الوش، عندنا عامل النهارده شويه عروض على الخلطات اللي هي الكافيار والكازابلانكا اللي بالرانش والكازابلانكا اللي هي بالمايونيز. الحاجات دي انا ولادي بيحبوها جدا، فعشان ما احترش الصبح. وبعدين انا اتعلمت الفتره ديت قاعده اتفرج على لانش بوكسات كده على النت. اتعلمت حاجات كتير، عرفت ان انتي لما تحط لهم سكريات كتير الصبح بيهمدوا، ما بيقدروش يبقى عندهم طاقه ولا اي حاجه. بس عرفت ان في سكريات مفيده. لا حول ولا قوه الا بالله، مش هتريح نفسها. يعني مثلا عندكم ايه مثلا السكريات المفيده؟ الحلاوه سكريات مفيده. في واحده ثانيه واحده يا جماعه، عشان في واحده هتخرب لنا الحاجه كلها برضو. بس لا ما بتلعبش بدي، اللي بيلعب بدي بنضربه ضده. فزي ما قلت لكم كده اعملوا سيرشات على النت على السكريات المفيده اللي هي تديهم طاقه، مش اللي هي تهمدهم. طبعا دي من السكريات اللي مش مفيده بس انا جبتها لان انا مش ناويه احط له اي حلويات الصبح. جبت له كده عارفينه بريتزل، جبته له بالسكر. احط له واحدتين ثلاثه كده، مفيش اي حاجه حلوه هجيبها، ولا كاندي ولا مصاصات ولا اي حاجه. سامعني صح؟ سامعني يا اللي في بالي؟ مفيش اي حاجه حلوه هتتجاب الصبح. اخره معايا ده، ومثلا ساندوتش مربى احط له معاها قشطه، او الحلاوه اللي قالوا لك دي بتدي طاقه. وعايزه اقول لكم حاجه تانية، في زبده الفول السوداني. افتح ايه يا حبيبتي، دي بتاعت المدرسه. في زبده الفول السوداني، انا اوريكم في الفيديو اللي فات خالي جايب لي التمر المجدول. هفتحها له كده واحط له زبده الفول السوداني. دي من اللي بتدي طاقه رهيبه، مع الموز بيدي طاقه طول اليوم وطاقه صحيه جدا. فانا بقى ان شاء الله ابدا معاكم سلسله اللانش بوكس الصحي. كنتش بعملها لان ما كانش عندي حد. وحتى اللبن جبته واحط فيه كاكاو او شوكولاته خام وكده، ويبقى لبن بالشوكولاته. البلاستيك بتاعته اللي هي الزمزميه بيبقى فيها بارت للعصير وبارت للميه. انا اول يوم هحط له لبن بالشوكولاته، هعمله معاكم هقول لكم طريقته. ولادكم هيحبوه جدا. ممكن اللبن ده والافيد اللبن الجاموسي اللي بيتغلى، بس احنا مدلعينه عشان اول يوم وكده فجبت ده. شاطر يا قطر. وبقى ايه، جبت باقي الجبن ديت والخلطات. انا قلت لجوزي داخله اجيب جبن بس واداني الامان وقال لي ادخلي. اول ما خرجت قال لي يا ريتني دخلت معاك. عايزه اقول لكم ان هو لو دخل معايا هو والله العظيم حرام، هو بيجيب اكتر مني. يعني انا اللي اقعد اقول له سيب دي سيب دي. احنا عكس الناس كلها. بس فكملوا الفيديو معانا بقى. النهارده احنا يا دوب هيتعشوا وياخدوا دش ويناموا، وبكره احضر معاكم ايه اللانش. بعد ما شفته بقى بدأت ان انا احضر له الحاجات اللي هياخدها، لانه مش هياخد كل ده طبعا. احنا تقريبا جايبين حاجات تكفيه سنتين قدام، لغاية ما اخته تدخل المدرسة تاخد منها كمان. فعايزة اقولكم ان انا بعد ما وديته بالحاجات ديت الالوان بتاعته كلها اتاخدت. هو المفروض في مدرسة محترمة وتجريبي وكل حاجة، بس الالوان اتاخدت كلها.
فقلت الحمد لله انا حطيت له الالوان اللي هي الصغيره ديت، فكيتها من الكرتونه، مش متصور البارت ده، فكيتها بالليل من الكرتونه وحطيتها له في السوسته بتاعه المقلمه كده. بس رحت بقى سألت في المدرسة وكده، طلع ولد زميله في الفصل اخدها وابني اخد الاقلام الرصاص بتاعته، فكانوا مبدلين مع بعض يعني، فاطفال بقى وبيلعبوا. المهم يعني واحدة ام هناك بقى صحبت عليها وكده، قالت لي بصي احنا بنحط معاهم اي حاجة، لان هما لازم الالوان في المرحلة دي، لان هما بيلونوا مثلا حرف الاي، بيلونوا ال1، بيلونوا ال2 كده يعني. ده نشاط للاطفال عشان يعرفوا الاشكال بتاعه الحروف والنمبرز والكلام ده. المهم فقالوا لي حطي اي الوان قديمه وسيبي الالوان الجديده ديت للدروس، لان الدروس تاسيس وكده فبتبقى احسن يعني. قلت لهم تمام ماشي. كان عندي اللي شفتوا الالوان اللي هي ال 24 لون دي، انا كنت جايبه منها واحده ليا انا كنت بحب اقعد ارسم كده مع نفسي واكتب حاجات على القناه وكده واقعد ارسم حواليها يعني. فقلت هديله بقى من الالوان بتاعتي ديت، يبقى لها فتره وبرياها كتير وكده، فخلاص هحط له منها واخد الجديده دي كلها اسيبها له للدروس. بس يعني انا يعني انا امي اول مره فما كنتش اعرف الكلام ده خالص يعني يا جماعه، ارأفوا بيا، انا ما كنتش اعرف اي حاجه خالص، معرفش اي حاجه. دي الليبلز بتاعت السنه اللي فاتت. انا صورت لكم الليبلز الجديده، هي اجت بعد اليوم ده بكام يوم. طبعا انا كنت قفلت الفيديو دوت يعني، انا مقفلاه على اول يوم بس. الفيديو اللي بعد كده بقى هوريكم الليبلز الجديده، جايبه له كلها شخصيه سونيك، هو مدمن شخصيه سونيك كده. خلاص بالليل كويت له وحضرت له شنطته وعملنا كل حاجه. الصبح بقى بعمل اول لانش بوكس، ده تحسوا فيه اهتمام شويه عن يعني الامهات كلها بتهتم اول اسبوع، وبعد كده بنحط اي سندوتشات واي حاجه عادي. العنب ده كنت لسه جايبينه بالليل، جوزي جابه بالليل وانا نايمه، فصحيت بقى غسلته. هنا بقى كنت بوريكم طريقه اللبن بالشوكولاته. اي شوكولاته عندك في البيت ويستحسن تكون خام، تحطي بدل السكر عسل برضو، هيبقى حاجه محترمه وهتديله طاقه طول اليوم. المهم حطيت له تمرايه وعنب، وحطيت له من البسكوت اللي انا وريته لكم في المشتريات، اسمه بريتزل. وهنا بقى كان يعني انا سخنت اللبن شويه، دفيته عشان ايه الشوكولاته تسيح فيه، فقلبته كده وحطيته له في اول مكان. بعد كده انا غلطت، المفروض الحته اللي فيها الشاليمو دي تبقى فيها هي العصير تمام او اللبن، والمكان التاني ده يبقى فيه الميه. انا بعد كده عملت كده الايام اللي بعدها يعني. انا النهارده بسجل لكم الفيديو ده بعد ما فات اسبوع من الدراسه، ده كل ده كان اول يوم في الدراسه اللي هو يوم الاحد اللي فات تمام. انت رايح فين؟ تعال عشان نروح بدري احنا نسلم السبلايز. شاطر. تعرف تعدلها؟ انا كان بابا لسه ما جاش معايا، فعشان كنا لازم نسيب حد مع بنتي، فلقيناها مستغرقه في النوم. انا بين عمارتي والمدرسه دقيقه، اقل من دقيقه. ماشي يلا روح على البيت يلا. فروحنا فطرنا انا وبابا بقى البيت فين؟ ونمنا. ورحت اجيبه انا من المدرسه شاطر. اخر يوم. اخته بقى كانت صحيت، ده كان اخر ماشي. يوم ليها بالبامبرز. عربية بابا. ايه احنا الحمد لله دلوقتي في فتره البودي نايم تريننج. كتير. ادعوا لي يا جماعه انا بخطب. والله العظيم الاتنين مع بعض، يعني انا بخطب فحد يلحقني. الحمد لله، الله اذا كلف اعان، والحمد لله الحمد لله ربنا عيني الحمد لله. عملت الغدا بقى، كنت متبله الفرخ دي من امبارح، قلت هعمل اول يوم غدا سهل لان فعلا كان ضغط عليا البامبرز اول يوم حضانه وي. وبابا مشكور قال لي انتي وديه وانا هجيبه، فالحمد لله الحياه مشاركه يا جماعه، مشاركه في كل حاجه. فاهميني.
عملت لهم بقى جوافة باللبن. انا حبة؟ بقطع نصها كده بس بشيل البذر منها كلها، فما بضطرش اصفيها، بنحبها تقيلة كده. وعملت الغدا، كان غدا سهل جدا، فراخ مشوية، وده صوص انا بعمله بالكاتشب، مايونيز، مستردة، عسل، بس مبحطش عليهم اي حاجة تانية، بيبقى طعمه تحفة. بطاطس اصلا جاهزة، فقلتها وحطيت عليها، ده كنت قايله مرة لكم في فيديو مشتريات قبل كده، ده بالشطة والليمون، فيه فليفر كتير قوي منه. عايزة اجرب اللي بالجبنة لانه بيبقى تحفة على الفشار. ده كان غدانا. حاجة سريعة كده، عشان ايه؟ اول يوم زي ما قلت لكم. انا فرحانه قوي ان انا بصور كل الكلام دوت عشان ابني اما يكبر باذن الله يبقى عنده الفرصه انه يشوف نفسه في اول يوم ليه في التعليم. بجد يعني عايزاه يشوف احنا كنا بنروح ونلف ونجيب له ونصحى بدري قبله ونحضر له. بجد انا عايزه اشوف وشه لما يكبر ويشوف الحاجات دي كلها، عشان يعملني حلو بقى وانا كبيره ده. بس ده كان الفيديو بتاع النهاردة. لو وصلتوا لغاية هنا متنسوش اللايك والسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد تاني ان شاء الله. وصلوا على النبي برضو لو وصلتوا لهنا عشان اعرف ان انتوا وصلتوا لغاية هنا، واشوفكم في فيديو جديد تاني. مع السلامة.